فاحنا النهارده اخترنا نصور هنا لسبب كمان مهم، سبب مهم ان حضرتك يعني اديتي دورات لابناء المنطقه هنا في درب اللبانه، يعني هم يا دوبك بيخطوا خطوتين أيوة. كده ويجوا معاهم فطارهم وبتاع ويجوا يفطروا وينبسطوا. ويعني الحمد لله اعتقد ان هم استفادوا، وهو كان في الدرب الاحمر وفي الاقصر كمان. يعني انا الدرب دربت الاحمر 10 هنا وفي الاقصر، وفي الاقصر 10 سيدات. بالظبط. التطور اللي حصل على المنتج بتاعهم بيبقى في التصميم كمان، بيبداوا يعني يغيروا وجهه نظرهم في التصميم. طبعا يعني انا دايما بقول لهم كده، مش بعد 12 ورشه هتقدروا تقولوا احنا مصممين. قلت لهم انا ما سمحتش لنفسي اني اقول اني مصممه غير بعد 12 سنه، ان انا يعني القب نفسي باللقب كتيرة ده يعني. بس هم دلوقتي بقوا بيقروا الحاجه، ودي مهمه. واحده واحده بقوا بيقروا يعني ايه التصميم ده، مبادئه ايه، عناصره ايه. ده مهم ان هو يحس ان هو انتقل لحته تانية. والحمد لله اجمل حاجه انا سمعتها منهم كلهم، احنا رؤيتنا اختلفت تماما في حياتنا اليوميه لما بنشوف ده كلام حاجات جميل جدا. اخترت ناس اقوياء جدا جدا جدا. كان نفسي ان الاقوياء في الحرفه دول يبقوا اللي بيخلوا اللي لسه بيبتدوا يهموا اكتر كحرفه ويشوفوا يعني على اعتبار ان يشتغلوا. هم بقى ينقلوا ده للاخرين. بالظبط بالظبط. يعني اخترت ناس اقوياء جدا وناس لسه في نص الطريق وناس لسه بتبتدي الطريق. وكانوا 8 من الخياميه في القاهره و2 تطريز. الخياميه ده فن جميل. يعني طبعا. و2 تطريز، لان انا كان نفسي برضو اوريهم يعني ايه نتعامل مع بعض. يعني ايه ما يبقاش خياميه بس، لا نطرز بطريقه. طبعا هو بالفعل بيبقى فيه حاجات بس زقيت اكتر ان يبقى فيه تطريز اكتر، ان هم يتعاملوا مع بعض اكتر في المنتج. بحيث ان انا قلت لهم كويس قوي ان يبقى عندنا الحاجه الكلاسيكيه اللي معروفه اللي متعودين عليها، بس نحاول كمان نبتكر بقى، نعمل حاجات تخض الناس، تخض الناس. تخض الناس يحسوا ايه ده، دي حاجه جديده جدا وكل حاجه، بس حاجه جديده ما تبقاش التقليديه اللي احنا دايما بالظبط. يبقى عندنا الاثنين، عندنا المنتج التقليدي للي عايز، وعندنا المنتج الحديث المبهر المبتكر. يعني هم المرحله الجايه بالنسبه لهم بعد ما خلصت الكورسات دي ايه هيعملوا ايه؟ انا نفسي ان انا اكمل لسه معاهم بصراحه. عايزه اخدهم ابعد في حكايه التصميم. محتاجين اكتر. التصميم ده عايز له على الاقل 3 شهور بس تصميم عشان يقدروا. مش لازم برضه انه يبقوا مصممين يعني نمره واحد، بس يبقوا مستوعبين الموضوع اكتر. ده هيساعدهم اكتر بكتير قوي في ان هم يطلعوا حاجات كتير. ان شاء الله ان شاء الله. ودايما في باب رزق هنبقى معاهم ونتابعهم مع حضرتك ونستضيفهم بقى دلوقتي، يعني نشوف ايه فكروا في ايه وعملوا لنا ايه جديد، ودايما يكونوا ان شاء الله خطوات نجاح حلوه في الفتره الجايه ان شاء الله. انا بشكرك دايما والله على يعني وجودك معانا في باب رزق، سعداء بقصتك وتجربتك. ميرسي والله. انا يعني بحب البرنامج ده قوي لان هو بجد بيحط الضوء على حاجه لازم كلنا نمسك فيها والله جدا، ونخلي بالنا عليها جدا جدا, جدا. لان دول بجد تاريخنا الحرفيين. ان شاء الله. نستضيفهم بقى. معانا مين النهارده؟ معانا عم احمد واميره، مدام اميره ومدام شيماء وشروق اصغر متدرب، والاستاذه شروق، وكلهم هنا من المنطقه حوالينا، يعني المنطقه الجميله دي اللي فيها روح حلوه. يلا بينا نشوفها.